Udah jadi ininya nih. Bener abang. Ini jadi. Canda mulu kan. Sana mini shopper gimana? Belum tuh, belum. Ini dia kocak ngerjain. Apa? Baru tes tahu. Bang. Coba tuh. Cek. Berapa ATM-nya? Gak nyampe lah. Sayyidil faqihil muqaddam Sayyidil faqihil muqaddam Waliyunal mu'azzam Allah Allah ya Maula Sayyidil faqihil muqaddam Sayyidil faqihil muqaddam Waliyunal mu'azzam Allah Allah ya Maula Habibuna al-mukarram Habibuna al-mukarram Nurul mu'azzam Allah Allah ya Maula Sayyidil faqihil muqaddam Sayyidil faqihil muqaddam Waliyunal mu'azzam Allah Allah ya Maula Waliyunal mu'azzam Fi kulli hayati Allah Allah ya Maula Sayyidil faqihil muqaddam Sayyidil faqihil muqaddam Waliyunal mu'azzam Allah Allah ya Maula Imamunal muqaddam Imamunal muqaddam Abanawi Allah Allah ya Maula Sayyidil faqihil muqaddam Sayyidil faqihil muqaddam Waliyunal mu'azzam Allah Allah ya Maula
سيدي اشفع لنا يا سيدي في كل حال الله الله يا مولاي سيدي الفقيه المقدم سيدي الفقيه المقدم ولينا المعظم الله الله يا مولاي بجاه طه النبي بجاه طه النبي سيد العرب الله الله يا مولاي سيدي الفقيه المقدم سيدي الفقيه المقدم ولينا المعظم الله الله يا مولاي وجده المعظم وجده المعظم نبينا المكرم الله الله يا مولاي سيدي الفقيه المقدم سيدي الفقيه المقدم ولينا المعظم الله الله يا مولاي سيدي الفقيه المقدم سيدي الفقيه المقدم ولينا المعظم الله الله يا مولاي اللهم صل وسلم Syailillah 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 Habibana Alwi Mutahal Matalib Sayyidul
القدام الولي الأعظم حبيبنا فكي بالأعظم فأغثنا سقفنا سلطان الوالي غفنا الغوث كل ولي سيدنا حبيبنا عمر المحضر للشدائد زبر الأسود المحضر للشدائد العيد رسل أكبر كتب الملا العيد رسل أكبر محيي النفوس شمس شموس شيخ علي سكران كتب الملائكة شيخ علي سكران كتب المصدوق سيدنا شيخ علي سكران الولي ابن الولي وبالأولياء في جواب
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلات المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأصفاد فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب له مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة يدعون الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فأخذوهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلا الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلا الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلا الله باتنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين أسر الله مر المسلمين شرف الله شر المؤذن أسر الله مر المسلمين شرف الله شر المؤذن أسر الله مر المسلمين شرف الله شر المؤذن
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وبرحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علوي بعلوي آمين وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي أبي علوي آمين بأن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لجميع ساداتنا صوفي أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صاحب ربهم آمين ورسلهم وفروعهم بأن الله يولي درجات في الجنة آمين وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمشاهين في الدين وإلى أرواح ووالدينا ووالدكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتقسم بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين وشر المجرمين وشر الحاسدين وأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله وبرسوله والقزاة والمشافرين والقزاة والمجاهدين لأن الله يبلغ مقاصدهم ويرد إلى أوطانهم سالم بخير وعافية وأن الله يتوب علينا ويهتم لنا ولكم بالحسنى باللطف وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بفضلك استجب دعانا آمين. واشف مرضانا وارحم موتانا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. آمين. اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. آمين. اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله رضا يا الله رضا يا الله رضا بالمصطفى آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله إن شاء الله أستغفر الله تعالى من ذنوبي كلها سرها وجارها وصغيرها وكبيرها وأتوب إليه توبة نصوحا. تقبل الله منا ومنكم وتقبل اللهم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعسي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil isani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa ali wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mubtadi wa ba'du fa'lam fi wujubil ma'rifah mi wajibi lillahi 20 shifa fallahu mawjudu qadim baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahad qadir muridun alimun bi kulli shay sami'un al-basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qadratun iradatun sam'un basar hayatun al-ilmu kalamun istamar wa jaizun min fadlihi wa annihi dar kulli mumkin kafili arsala anbiyana wa fatana
بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقه من عرضي بغير نفس كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففضل 50 بحكم واجب تغسل 25 لازم كل مكلف فحك واغتنم هم آدم إدريس نون دما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تدا شعيب هارون وموسى ويسع Zulkifli Daud Sulaiman Utama Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Dimul Nagaya Alaihimus salatu wassalamu وعليهم دامت الأيام والملك الذي ملأ به وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 20 منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير وركيب وكذا عديد ملك ورضوان تزا أربعة من كتب تفصيلها توراة مسامل هدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصوف الخليل والكليم فيها كلام حكام العليم وكل ما أتى به رسول فأنكو تسليم والقبول إيمان نبي من آخر وجاب وكل ما كان به من العجاب خاتمة في ذكر مكن واجب مما لم مكلف بواجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزرية أضاعت هليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاد فمنهم 3 من الذكور ضفم قاسم عبد الله وهو طيب وطهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية كتية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فهو بهم وليجا و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة زهراء بالها علي وابنهما الصبطين فضلهم جلي فزينب وبعدها رقاية وأم كلثوم زكت ردية أنت سني أسود وفاة المصطفى خير نبات النبي المعتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية همزة عمه وعباس
شمس كذا عمته صافية ذات حديدا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليل لكسي يضرى وبعد إسراء أرج للسماء حتى رأى النبي رب كلما من غير كيف ويسر وافترض عليه خمسا بعد 50 فرضا وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 من الابتراء قد فاز الصديق بتصديق له وبالعروج صدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سنة ميسرة نظم تلك أمد المرزوق ما يتميل صديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إلى صلم ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها من جميع جمالي كرهها لي أيها جمالي سميتها عقيدة العوام من واجب في ديني بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى حضرة إمام الجليل شيخ عبد الرحمن النادباي وإلى حضرة كيجي عبد الله نعيم بن كي محمد نعيم وإلى حضرة الشيخ إمام أبو حسن الساجلي وإلى حضرة الشيخ محمد بن يزيد بن شيخ محمد من البندني وإلى حضرة سيد محمد بلندن وإلى حضرة وكم بأهل جيجانجول وإلى حضرة أستاذ سيف الفجر بن واجب مصعب dan Marwaji bin Ajmah وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتقسم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويهديهم لنا ولكم بالحسنى في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب وصل بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي يا سامي دعانا يا ربي يا الله يا ربي بلغنا نزوره يا حبيب الله يا رب صل
يا نبي الله يا رب صل عليه وسلم يا حبيب الله يا رب تغشانا بنوره يا نبي الله يا رب حفظانك وأمانك يا حبيب الله يا رب صل على محمد يا نبي الله يا رب صل عليه وسلم يا حبيب الله يا ربي واسكننا جنانا يا نبي الله يا ربي أجلنا من عذابك يا حبيب الله يا رب صل على محمد يا نبي الله يا رب صل عليه وسلم يا حبيب الله يا ربي وارزقنا سعادة يا نبي الله يا ربي هدنا بالسعادة يا حبيب الله يا رب صل على محمد يا نبي الله يا رب صل عليه وسلم يا حبيب الله يا ربي واصلح كل مسلم يا نبي الله يا ربي وفي كل مدير يا حبيب الله يا رب صل على محمد يا نبي الله يا رب صل عليه وسلم يا حبيب الله يا ربي نختم بالمشفى يا نبي الله يا ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله يا رب صل على محمد يا نبي الله يا رب صل عليه وسلم يا حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه سلام يا رفيع الشان والدرج فتيجي رد العالم يا ويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم
جيرة يا أهيل الجود رامي وبآيات القرآن فتيد فينا أخو الوهن نعرف البطحاء وتعرفون والصفا والبيت يلافون يا رسول الله سلام يا رفيع شاني والكرم عطفتي جيرة يا أهيل جوني والكرم ولنا المعلى وخايف من فعل من هذا وكن ولنا الخير الأنام أبو علي المرتضى حسب يا رسول الله يا رفيع شاني والكرم عفتي يا جيرة يا أهيل الجود آل بيت المصطفى طهورهم أمان الأرض فذاكر شبه بالآن جمي ظهور مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله يا رفيع شاني والكرم عفتي جيرة العالم يا الجود والكرم ربي فارفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن لله سلام عليك يا رفيع شاني ودرج عفتي جيرة جودي والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائن والذاهب يسبح الآفل والمائن والطالب والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وأزما وضدا وركا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب
من ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنله المطالب فلو رأيت الخدام قياما الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وبك من الذنوب إليها فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخر على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قيل هو آدم قال آدم به أنله على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عبد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا الحبيب هو موسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته وحلته الوقار وتوجته بتجان المحبة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قيل هو نبي استجرت به نبوتني غالب يموت أبوه وأمه ويغفر جده ثم عمه شقيق أبو طالب الله صل وسلم وبارك سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء المألوف غرة للملهوف إنكم بأضرار يا أهيل المطلوب والعطاء الموهوب غرة للمكروب
إنكم بأضرار سعدنا في دنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران قرة لجيران إنكم بأضرار يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفان قرة يا أسياد إنكم بأضرار سعدنا في دنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف قرة للملهوف إنكم بأضرار يا أهيل المطلوب والعطاء الموهوب قرة للمكروب إنكم بأضرار سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تدله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليل الزوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير الكلم بصره إلى السبع اتباك الثاقب قدمه قبلهما البعير فزل ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجدو حنين حزين نادب يداه تزهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يفن ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراكب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رغبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب
في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإراد حديثين ورد عن النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حكيما لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى محمد نوّر قلوبنا يا ربنا بجاه سيدنا وحبيبنا محمد بجاه سيدنا بنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اغفر ذنوبنا يا ربنا بجاه سيدنا وحبيبنا محمد بجاه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اغفر والدينا يا ربنا بجاه سيدنا وحبيبنا محمد بجاه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد لا إله إلا الله لا إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب
مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب يا رسول الله يا من حبه يشفي سقام يا رسول الله يا من حبه يشفي سقام أنت والله شفيع للورى يوم الزحام لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب يا أبا زهراء إني في هواكم مستهام يا أبا زهراء إني في هواكم مستهام نظرة منك إلينا أيها بدر التمام لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد القرش هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل ترى وعمي وفخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بها الطلب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري الله يا نبي
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا روس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين عودك صافي المبارك وردنا يوم نشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجلى
وصحبه مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama tadi kita ikuti pembacaan doa arwah ahli kubur. Dilanjutkan pembacaan suratul yasin, zikir, tahlil, tasbih. Mudah-mudahan apa yang kita baca, makna yang tersampaikan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah berpulang rahmatullah, baik yang tadi disebutkan ataupun yang berjamaah, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Lantunan pembacaan maulid, pembacaan salawat yang barusan saja sama-sama kita bacakan, mudah-mudahan menambah mahabbah kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafatul uzmanya di yaumul kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada orang-orang tua kami, abang-abang kami, wabil khusus ada tokoh pemuda Ciganjur, Bapak Zainuddin. Alhamdulillah beliau hadir di tengah kita. Bapak Amin, Kaul, Bapak Didi, Bapak Rul, serta guru kita, Bapak Said Skandar, Bapak serta abang-abang yang lain. Mudah-mudahan kita doain
dijadikan agenda seterusnya Bang, gitu loh. Jadi diagendakan saja gitu loh. Tadi saya agak ragu dengan manajemen, tapi setelah manajemen CWA nih ada Maulid indah sekali Pak Dewan. Terus gimana? Terus, ya udah terus. Jagain nih gitu, jagain waduk kita. Kita yang melestarikannya. Jadi besok-besok jangan Bang Basti sendiri-sendiri pinggir kali Krukut. Kalau dia udah biasa dah, udah biasa. Nggak usah diaru-aruin, biarin aja gitu loh. Jadi Bang Jamal juga ada semua yang jaga. Malam hari ada Bang Untung yang jaga semua. Teman-teman makasih Bang Untung ya. Nanti teman-teman dimonitor, dibantu ya gitu semua. Jadi itu yang saya sampaikan pertama kali. Saya mengucapkan terima kasih. Ustadz Samtul malam hari ini happy banget kita. Saya tadi sempat nangis, ya Allah. Kita bangun waduk ini dengan SDA. Ini milik SDA nih. Ruang limpah sungai ini adalah milik SDA Pemda DKI Jakarta. Nah sekarang alhamdulillah tenaga kerjanya orang-orang kita. Ada security-nya 9 orang. Terus keamanannya ada orang kita. Yang tiap hari motong rumput dan sebagainya. Ada juga di semua. Yang belum bekerja sabar. Kami terus berjuang. Tapi kalau semua dimasukin dia semua, saya bingung yang gaji siapa, kagak ada itu. Itu yang pertanyaan saya jadinya. Ya, ada kerja bakti gitu, kerja bakti aja. Jadi pertama poinnya Ustadz Samsul, Ustadz Iskandar, mohon doanya waduk Brigip ini berjalan sesuai dengan harapan. Yang kedua, mohon doanya diberi kesehatan semua. Dan yang ketiga, kami ingin BW ini punya jadwal tetap di sini. Gitu. Ya, jadi nanti saya akan sampaikan jadwal tetap. Jadi bukan hanya malam ini aja ya, malam ini aja, tapi seterusnya. Yang keempat, besok meriahkan lagi, ajak anak bini kita, keponakan semuanya. Jangan ngaku orang Ganjur kalau cuma segini aja gitu loh. Ini jelas waduk Brigip ini punya orang Ganjur gitu loh. Jadi orang Ganjur besok Ustadz Samsul yang akan datang kumpulin lagi dah. Ya Bang Basri ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Lagi ucapan terima kasih kami atas nama Dewan Kota. Dan terakhir sebelum saya tutup, terkait dengan pembangunan masyarakat lingkungan, abang-abang sekalian, laporan masyarakat pembangunan, ekonomi, sosial, rumah sakit, hari ini tidak usah bersurat ke saya, langsung via Japri aja semua. Karena hari ini saya tangani 10 titik, itu via Japri semua. Ya Japri, saluran air, semua, tetek bengek itu. Karena saya ingin memangkas hal-hal yang birokrasi gitu loh. Semuanya yang cepat aja gitu semua. Ya. Jadi mudah-mudahan semua gitu. Bang Jaul juga dengan malam hari ini besok bisa rajin-rajin ke waduk Brigip. Minimal jangan mancing aja, minimal malam ini kumpul lagi gitu. Bang Jaul semuanya. Ya. Lagi saya mau ucapkan terima kasih dan salam permohonan maaf dari manajemen tidak bisa hadir karena semuanya bertugas, lelah. Jadi yang akan datang akan hadir semua. Dan insya Allah yang akan datang Bang Basri, petugas keamanan ada 25. Semuanya harus ikut. Pokoknya yang akan datang saya wajibkan petugas kebersihan wajib ikut ngaji. Gitu loh. Itu aja. Kalau besok nggak ikut, ya SP1 gitu aja. Itu aja kalau saya saklak-saklak aja gitu. Kan nyari duitnya di sini. Masa mendoain di sini nggak mau gitu kan. Secara itu Ustadz Samsul semuanya sekarang BW udah 17 tahun ya. 17 tahun semuanya dan mudah-mudahan makin berkembang ya. Jadi masih banyak tempat-tempat, tapi selagi saya ini nggak sampai saya ulang-ulang omongan saya. Jadwalkan, agendakan, tempatkan BW di ruang limpah sungai waduk Brigip atau Brigip setiap bulan sekali atau bagaimana. Dah jadwal gitu aja. Ya, jadwalkan saja. Viralkan tuh nggak apa-apa. Itu semua. Nanti kalau ada apa-apa, orang kita buat siar kok jadi apa-apa ya. Udah itu aja nggak apa-apa. Saya rasa itu saja yang kurang lebih. Saya mohon maaf panjang lebarnya karena saya tidak tertarik membawaannya. Ini sebagai rasa ungkapan bahagia saya aja, ibu-ibu sekalian. Di waduk Brigip kita bisa sholawat loh gitu. Di waduk Brigip yang lagi viral, yang luas, yang terkenal di mana-mana ada sholawat, ada orang ngaji. Itu keren loh. Iya kan? Gitu. Kalau kita lihat tadi pagi bedak-beduk musik, tapi ini orang ngaji loh gitu loh. Gitu. Mudah-mudahan tetangga kiri kanan dengar, besok pada datang, jangan pada dengerin aja gitu loh. Ya. Kalau kalian dagang berebut di sini, kira ngaji bersusah banget gitu loh. Ya kurang lebih mohon maaf dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambutan disampaikan oleh abang kita Bapak Zaidul. Jadi Jawa Kota aja Pak. Alhamdulillah ya. Jawa Kota, boleh Kota Bogor, ya, dan lancar dan walafiat. Terus semuanya untuk abang-abang Garuda yang bekerja di baiklah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran untuk kita berguru kita kepada guru Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بالنية الفتوح والمنوح دافعة لكل شر جالبة لخير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا ولمعلمينا وطلابنا وطالباتنا وأهلنا من أهل ودك Ciganjur أن الله يغفر لهم ويرحمهم وأن الله يدعى علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal istifadata wal ifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para asatiz, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis Fadilatul Ustaz Samsul Hidayat, dan yang kami hormati Dewan Kota Jakarta Selatan, abang kami Bapak Zainuddin, semoga diberi kesehatan, panjang umur, diberi kemudahan, kelancaran urusannya, semuanya mendapatkan keberkahan. Abang-abang kami, Bang Ihsan, Bang Rizwan, Bang Basri, Bang Didik, Bang Arul, Bang Caul, dan semuanya yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini malam spesial, karena biasanya di musola, masjid, di tuan rumah, kita malam ini di waduk, di outdoor. Cuacanya bagus, view-nya bagus, tempatnya bagus. Insya Allah bawa berkah, insya Allah turun berkah rahmat, amin. Jadi memang namanya tempat itu kan suatu hal yang bisa ditempati oleh siapapun. Mau itu hutan, mau itu rumah, mau itu masjid, sekolah, itu siapapun boleh menempati. Maksudnya gimana? Yang nempatin itu gak cuma kita, tapi juga ada makhluk lain. Ya cuma kita gak lihat aja. Kalau Acol lihat nggak? Nggak tahu, mungkin temenan kali. Artinya gini, kita itu akan terus hidup berdampingan dengan makhluk Allah, entah itu malaikat, atau itu jin, atau itu syaitan, atau itu iblis. Nah pertanyaannya nih, waduk yang nempatin siapa? Bang Basri, ya jelas petugas. Bang Jamal. Dan security lainnya itu adalah makhluk dari ciptaan Allah yang disebut manusia. Pertanyaannya, malaikat ada nggak di sini? Pertanyaannya, ada setan nggak di sini? Pertanyaannya, ada jin nggak di sini? Ya kita nggak tahu.
Kalau jin itu berada di hutan, itu mah pantas, emang tempatnya jin di hutan. Kalau malaikat ada di masjid, itu mah pantas, emang masjid tempatnya ibadah. Nah kalau waduk, nah maka dari itu dengan adanya majelis ta'lim ini menjadi penyeimbang. Kita kan nggak tahu ya, waduk ini kan ciptaan manusia. Dalamnya bau berkah apa bau musibah? Ya kita berharapnya semua membawa keberkahan. Tapi kan berkah itu nggak dapat turun ujuk-ujuk. Gimana perjuangan Bang Basu dan kawan-kawan? Ngelihat ada banyak botol, lihat banyak ada pasangan cewek cowok. Itu semua untuk menjaga kondusitas atau ketenangan daripada waduk. Nah yang dilihat itu kan khawatir nanti ada yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kan secara zahirnya. Secara gaibnya kita kan gak tahu. Nah maka dari itu apa yang disebutkan dan disampaikan oleh Dewan Kota kita sangat amat benar. Bahwa kalau tiap pagi banyak yang senam terus jogetnya ke kanan, ke kiri, bola bale. Ya malamnya kita mulai pakai ya Rasulullah sebagai penyeimbang bahwa tempat ini juga perlu untuk diberkahi oleh Allah. Ya kalau bisa mah ya kalau bisa security-nya apa Bang Basrinya khataman Quran dah sebulan sekali kek, apa seminggu sekali, one day one juice. Bang Basri mojok di sono baca kulhu 3 kali udah satu Quran atau ya itu kan sebagai usaha kita secara batin, secara rohani. Ya kita kan semua menjadikan semua itu takdirnya Allah, tapi kan kita nggak menghendaki, nggak pengen kalau ada musibah di waduk. Kalau yang mengatakan dulu ada anak tenggelam di sini, ya emang udah musibah, emang udah takdir, ya semua juga takdir. Tapi kita berharap tidak ada kejadian itu kembali terjadi. Dengan cara apa? Ya mawas diri, security, totalitas menjaga pengunjung supaya tidak berenang secara zahir. Batinnya ya Bang Basri atur dah. Bang Basri baca tahlil kayak di pojokan sono, baca Rotibul Haddad, iya muter-muter sambil baca tasbih, iya sambil megang apa itu alat motong rumput itu, sambil iya baca hizib Bahr apa. Bang Basri mah banyak bacanya dia mah. Iya. Intinya bahwa setiap tempat itu pasti ada penghuninya. Cuma yang mendominasi nanti penghuni yang baik apa yang buruk. Dengan adanya majelis ini semoga Allah beri berkah buat kita. Allah kasih berkah buat penduduk yang ada di sini, buat para security, buat para pekerja khususnya dan umumnya bagi para pengunjung. Aman, tentram, nyaman, nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Amin ya robbal. Hal ini mau baca kitab jadi jelas ke sono ini ya. Emang momennya pas banget ya. Pak Deko tadi ngomong kayak gitu juga saya lihat bener, emang harus ada pembanding. Artinya pembanding tuh gini, yang buruk ada, ya kita coba lawan dengan yang baik-baik. Betul? Semisal di suatu kampung ada keburukan, kita nggak bisa tuh ngilangin keburukan tuh susah. Emang siapa kita? Polisi bukan, pejabat bukan. Orang pemainnya pejabat semua itu, yang punya semisal diskotiknya lah, kasinonya orang-orang petinggi semua. Iya. Nah kita gimana? Ya setidaknya kita lakukan dengan cara seperti ini. Kita lawan dengan majelis ta'lim, dengan khataman Quran, dengan dakwah, dengan sholawat, dengan zikir. Cara masing-masing dah. Nah kita termasuk memberikan kontribusi dengan kebaikan. Kebaikannya apa? Ya ta'lim, ya zikir, ya sholawat. Ini semuanya dalam rangka berusaha supaya tempat ini juga membawa keberkahan buat semuanya. Amin ya robbal alamin. Ini mukadimahnya aja, ini baca kitabnya gimana nih? Bentar aja dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auladuhu sallallahu alaihi wasallam
وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بدين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سوريا فأمه ماريا القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة المفردات bidaini at-tayyib at-tahir as-suryah. Langsung aja kita bahas tentang asyar auladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sudah membahas tentang putra-putranya Nabi. Kan jarang-jarang bahas putranya Nabi di waduk. Ya. Jadi Rasulullah itu punya anak 7. Cuma dari 7 ini yang benar-benar sampai punya anak, punya istri dan cucu lengkap adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Iya, tadi kalau Bang Idu bacanya Sa'duna Fid Dunya, saya keingetnya, oh iya ya, si Idu pengantin baru ya. Pokoknya nama Zahra gue disebutin mulu. Iya, udah nggak apa-apa dah. Iya, biar seneng ya. Namanya udah halal mah, istri harus dibangga-banggain ya. Semoga pernikahan Idu nih bawa berkah, mawaddah, warohmah. Kita bahagia, seneng banget udah. Selamat ya Du ya. Biar pada sukses dah. Yang lain pada nyusul. Siapa yang belum? Jangan ya. Oh iya Bang Harun. Iya insya Allah Bang. Bentar lagi Bang. Ya ntar sih ngomong Mbak Dekot dah. Biar dekor di sini ntar. Iya. Asyarhu auladun Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun, ada 7, salah satun banun wa arba'atu banat, 3 laki-laki 4 perempuan. Wahum, yang pertama adalah Al-Qasim. Makanya Rasulullah itu julukannya Abil Qasim karena anak pertamanya itu adalah Qasim. Wa kunniya bi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah disebutannya Abul Qasim, Abil Qasim karena anaknya namanya Qasim. Wa tuwfiya bi Makkah. Hanya saja Qasim ini meninggalnya masih kecil. Ketika Rasulullah masih di Mekah belum ke Madinah, wa umruhu sanatan, umurnya 2 tahun. Wa huwa awwalu man mata min auladihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anaknya Nabi yang pertama dan langsung meninggal di umur 2 tahun. Yang kedua Abdullah al-Mulaqqabu bit-Tayyib wat-Tahir. Yang kedua putranya Nabi namanya Abdullah. Jadi Rasulullah punya ayah namanya Abdullah dan punya anak juga namanya Abdullah, anak yang kedua. Ya, nah di sini al-Mulaqqab bit-Tayyib wat-Tahir, julukannya Tayyib dan Tahir. Tuwfiya bi Makkah saghiran, dan juga meninggal di Mekah ketika masih kecil. Walamma tuwfiya qala al-As bin Wa'il as-Sahmi qad inqata'a waladu fa huwa abtar. Setelah itu Rasulullah berhenti punya anak. Ya. Kemudian fa anzalallahu innaka syani'aka huwal abtar. Jadi Rasulullah ini ketika di Mekah anaknya 2. Siapa? Ibrahim, Qasim dan Abdullah. Kemudian Rasulullah tuh kayak, kalau kan belum itu ya, belum diangkat Rasul ya, kayak speechless gitu loh. Punya anak meninggal. Kebayang nggak? Lagi sayang-sayangnya sama anaknya meninggal. Akhirnya Rasulullah dikasih wejangan sama Allah supaya untuk terus berusaha. Lah kemudian lahir anak yang ketiga namanya Ibrahim. Nah Ibrahim ini lahirnya di Madinah. Wulida min Dzulhijjah sanatu samani minal hijrah. Tahun 8 Hijriah. Jadi Rasulullah kan hijrah. Rasulullah belum punya anak langsung, justru ketika punya anak di tahun 8 Hijrah. Wa aqyama sabihi bikabshain wa sama yawma idin khuliqa syahru wa tasdiqi zinati ukhti. Nah, kemudian yang keempat adalah Zainab. Oh, enggak, Fatimah itu di Mekah itu ya, apa namanya lahirnya ya. Ini yang laki-laki dulu. Kemudian Zainab tazawwaja ibnu Khalid Abul As bin Rabi wa ummu Halah bint Khalid wulidat awaliyan wa ummamah tufiyat sanah saman min hijrah. Jadi anak Rasul tuh banyak yang meninggal. Ya. Kalau yang Ibrahim meninggal, kemudian Zainab juga meninggal di 8 Hijriah. Kemudian Ruqayyah yang kelima yaitu dinikahkan oleh
Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian meninggal di hari Badar, perang Badar di tahun kedua Hijriah. Kemudian Ummu Kulsum yang keenam dinikahkan juga oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah Fatimah Az-Zahra, dinikahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa huwa umruhu ibda isyrina sanah. Jadi Sayyidina Ali itu menikah di umur 21 tahun. Wa khamsata asyur wa hiya bintu khamsata asyar. Sedangkan Sayyidina Fatimah menikah di umur 15 tahun. Walad lahu salasana banu wa salasana, dan Sayyidina Fatimah memiliki 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi intinya Rasulullah punya 7 anak. Yang laki-laki siapa? Qasim, Abdullah, Ibrahim. 3. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah Az-Zahra. Ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra. Ini jadi kalau bisa kita punya anak tuh dikasih nama-nama anaknya Nabi atau keluarganya Nabi ya. Nah, sekarang udah mulai jarang, tapi kebanyakan Aisyah masih banyak. Aisyah ya, yang udah mulai jarang tuh adalah Romlah, itu udah mulai jarang ya. Ruqayyah tuh, Juwairiyah tuh udah mulai jarang ya. Kalau anak saya Abdullah panggilannya Wah ya. Ya Dul ya. Jadi kalau punya anak harus usahakan ada nama-nama Arabnya. Kalau yang itu Muhammad. Nah, Muhammad adalah nama terbanyak seluruh dunia. Itu adalah Muhammad. Kemudian yang perempuan Aisyah. Aisyah itu termasuk banyak di Indonesia. Fatimah, Aisyah, Khadijah itu banyak ya. Saya kemarin pengen nama anak saya kasih Zainab. Sama Habib dikasih nama Khadijah. Ya udah ikut Habib. Jadi kita mencoba untuk menghafal nama-nama dari putra Nabi. Ada Qasim, Ibrahim, Abdullah, Ibrahim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah Az-Zahra. Ini adalah putra-putri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jaga kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga kampung kita, Allah berikan keberkahan buat kampung kita, khususnya di Waduk ini. Allah jauhkan dari segala musibah, bala, bencana, dan diberkahi pengunjungnya juga dapat keberkahan, dapat rezeki yang melimpah, dan juga bisa melaksanakan aktivitas keagamaan sehingga membawa berkah dan positif bagi masyarakat sekitar. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Siti Siti Fatimah ya Allah, Zam-zam di Baitullah. Siti Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Siti Siti Fatimah ya Allah, Zam-zam di Baitullah. Siti Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Malam Senin mengaji ya Allah, bukan untuk dipuji. Salawat pada
Siti Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Banyak baca sholawat ya Allah, agar hidup selamat dunia sampai akhirat ya Allah, surga karena syafaat. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Jika ada yang benci ya Allah, jangan kembali benci. Itulah ahlak Nabi ya Allah, Nabi berjiwa suci. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Salli wa sallim wa barik ala Alhamdulillah telah sama-sama tadi kita dengarkan pelajaran bahasa kitab. Alhamdulillah tadi telah sama-sama kita dengarkan pelajaran bahasa kitab yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita. Dan alhamdulillah tadi Pak Dekot, Pak Jai sudah ngasih informasi. Mudah-mudahan setiap bulannya kita rutin ngaji di waduk ini. Insya Allah biar pada sehat. Nanti waktunya mungkin apa di awal bulan, apa di akhir bulan. Dan untuk majelis taklim Birrul Walidain minggu depan sekalian tasyakuran HUT RI 81 bertempat di rumah almarhum Bapak Haji Masyuroh Brigip ya. Mudah-mudahan biar pada sehat, ada waktu luang bisa hadir ke majelis seperti biasanya. Terima kasih.